السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة المتابعين الكرام، جمعة مباركة على الجميع. موضوع الحلقة عن دوري النخبة السوداني الممتاز. قبل الخوض في تفاصيل الحلقة ما تنسى الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. وإلى حلقة اليوم، طبعا سوف نخصصها لانطلاق دوري النخبة السوداني الممتاز الذي يبدأ اليوم بالفعل. بعد سويعات من الآن تنطلق مباراة المريخ والأهلي والمدني في ديربي كبير جدا، بداية ساخنة لدوري النخبة بين المريخ وكذلك الاهلي والمدني. في المقابل الهلال يستعد بقوه. طبعا الفريق الازرق وصل الى الخرطوم وزار استاد الهلال بامدرمان الجوهره الزرقاء، ثم تدرب الفريق بملاعب اكاديميه تقنيه كره القدم بالخرطوم 2 بالقرب من مقر اتحاد الكره السوداني. الهلال بكل نجومه بالصف الاول يصل الى امدرمان من اجل الدفاع عن لقب كاس النخبه الممتاز الذي احرزه في الموسم الماضي. اذا الهلال بكامل نجومه بغيار القربال وروفا وكذلك جان كلود، وطبعا كل اللاعبين الذين توجوا بكاس الدوري الرواندي الممتاز. قبل ايام الهلال توج بكاس الدوري الرواندي، وطبعا الهلال يسعى للجمع بين البطولتين، بطوله الدوري الرواندي وبطوله كاس النخبه السوداني الممتاز، كما فعل في الموسم الماضي بالفوز بالدوري الموريتاني وكاس النخبه وكاس السودان. وبالتالي الهلال يسعى للفوز بكل البطولات المطروحه على المستوى المحلي وكذلك على مستوى الدوريات التي يشارك بها. انجازات كبيره جدا للموج الازرق، وبالتالي الهلال تدرب باكاديميه تقنيه كره القدم باشراف المدير الفني للفريق الروماني ريجي كام، الذي طبعا اداره الهلال استقرت على التدريب الروماني للهلال. وطبعا المدرب كان قد اشترط مشاركه الهلال في احدى الدوريات الخارجيه نظرا لقوه الاحتكاك كما حدث في موريتانيا وفي رواندا. وطبعا الهلال يبحث، وهناك خيارات اما الانضمام للدوري الجزائري او الليبي او البقاء في الدوري الرواندي، او حتى هناك مطالبات بان يذهب الهلال الى جنوب افريقيا او الى تنزانيا. كل هذه الخيارات مطروحه لدى طبعا اداره الهلال. طبعا ان وافق اتحاد الكره السوداني على مشاركه الهلال في دوري خارجي بطلب من المدرب، طبعا نظرا لضعف المنافسه في السودان وعدم انتظامها، وكذلك قله المباريات التي سوف يخوضها الفريق على المستوى المحلي. عموما هذه الامور سوف نتركها الى ما تسفر عنه الايام القادمه، وهل يشارك الهلال في دوري خارجي كما فعل في الموسمين الماضيين. بالنسبه لمباراه اليوم، المريخ طبعا يصطدم بالاهلي والمدني سيد الاتيام. مباراه قويه جدا، مباراه هي تعتبر واحده من دربيات السودان ومن كلاسيكيات السودان، الكره السودانيه. الهلال المريخ والاهلي والمدني مباراه قويه جدا ومرتقبه طبعا على استاد كوبر في مدينه الخرطوم بحري. مباراه قويه جدا ومنتظره ان تاتي قويه ومثيره، و سوف توضح ملامح كأس النخبة والى اين يذهب. طبعا في حال فوز احد الفريقين يكون بدأ المشوار بقوة. بالتالي الاهلي والمدني والمريخ، الاهلي في قمة الجاهزية، استعد جيدا وبمعسكرات خارجية وداخلية وانتدابات قوية وتسجيلات على مستوى عالي. طبعا الفريق يجد دعم كبير جدا من اهالي وكذلك كبار رجالات الدولة وكذلك ولاية الجزيرة. الأهلي والمدني هو أحد ممثلي ولاية الجزيرة بالإضافة إلى فريق مغد الكاملين في منافسة الدوري الممتاز. إذن قمة مرتقبة بين المريخ والأهلي والمدني، المباراة المرتقبة في كأس النخبة، بداية كأس النخبة قوية ومثيرة. وطبعا فيما طبعا الهلال يلعب في اليومين القادمين امام الفلاح عطبره. طبعا مباراه الهلال الاولى سوف تكون امام الفلاح عطبره، اذا الفلاح ايضا لا يقل قوه وخطوره عن فريق الاهلي والمدني، وظل صامدا وباقيا في منافسه الدوري الممتاز، استطاع بقوه ان يظفر باحدى بطاقات التاهل الى دوري النخبه بعد اللعب في مجموعه نهر النيل بجانب المريخ. والمريخ طبعا تصدر وجاء الفلاح ثانيا، بينما طبعا الاهلي والمدني تصدر مجموعه الوسط التي يقيمت مبارياتها في استاد والمدني بولايه الجزيره. اذا بدايه قويه ومرتقبه لكاس النخبه الممتاز وسط طبعا ظروف
يعني صعبة تمر بها الكرة السودانية، ولكن الاتحاد آثر أن تعود المنافسة الكبرى إلى الخرطوم وإلى ملاعب كوبر واستاد الخرطوم، الذي بالفعل الآن بدأت عملية تغيير النجيل الصناعي الذي تم استجلابه من المملكة العربية السعودية الآن، يعني أقل من 3 أيام وتتم يعني أو يتم وضع النجيل الصناعي الجديد، والآن تتم عمليات إصلاحات وصيانة كبيرة جدا في استاد الخرطوم بعد طبعا الخراب الذي حل به بعد الحرب التي يعني طبعا كانت تدور في الخرطوم. الآن الخرطوم آمنة، وأكبر دليل على ذلك تواجد 8 أندية هي مشاركة في دوري النخبة السوداني الممتاز، طبعا أبرزها الهلال والمريخ والأهلي والمدني ومغد الكاملين، وكذلك الفلاح الضراء وهلال الفاشر، وأيضا هلال بور السودان، هلال الساحل، وأخيرا حي الوادي نيالا. كل هذه الأندية هي مشاركة في دوري النخبة. طبعا التنافس سوف يكون على شدة من أجل الظفر في بطاقات التمثيل الخارجي. طبعا السودان يشارك بأربع أندية في بطولتي الاتحاد الافريقي، دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. طبعا الاول والثاني في الابطال، والثالث والرابع في الكونفدراليه، وربما تقام منافسه كاس السودان، وصاحب اللقب سوف ينافس في او سوف يشارك في الكونفدراليه. وطبعا حتى الان لم تطرح الرؤيه بشان انطلاقه او اقامه بطوله كاس السودان، والاتحاد اشار الى انه المنافسه او منافسه كاس السودان سوف تنظم بمشاركه ال8 انديه التي وصلت الى كاس النخبه. طبعا حتى الان لم يتم الفصل بهذا الامر. كل هذا ما لدينا من تفاصيل عن حلقه اليوم وانطلاق دوري النخبه بملاعب الخرطوم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسى الاشتراك في القناه وشير الفيديو ودعمنا بتعليق جميل مثلك. السلام عليكم ورحمه الله.